يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنشتغل مع بعض شنطة بخيط السلسلة، سلسلة مكرمية. طبعا كنا اشتغلنا بيه قبل كده بس على شبكة. النهارده هنشتغله إبرة الكروشيه بتاعتنا. هتكون طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. هنعمل بيها شنطة عمر بداية من 7 سنين كده ان شاء الله. معانا الالوان كتير. هنعمل شنطة اليونيكورن. هتكون فكرة جديدة ومختلفة عندنا على القناة. الاساسي بتاع الشنطة بتاعتنا اللي هنشتغل بيها القاعدة والشنطة هيكون ان شاء الله الخيط ده واللون ده. طبعا نقدر نتحكم في اللون وفي الخيط وفي مقاس الابرة حسب الشغل اللي احنا هنشتغل بيه. معايا الالوان بتاعتي دي. جبت الخيط ده بصراحة اول مرة آه اشتغل بيه، فحبيت ان انا اجيبه لان انا هعمل بيه شكل اليونيكورن. مش محتاجة ان هو يكون اقطان، لا بالعكس هو اكليريك 100%. النوع ده فيفوري، اعتقد هو تركي برضو. نفس الحكاية، النوع ده هو الالوان ابيض والموف ده. معايا كمان سلسلة للشنطة، واللون ده كنا اشتغلنا بيه قبل كده، اشتغلنا بيه جاكيت آه انتي بليننج هيمالايا. الدرجة بتاعته اهي. وبرضو هسيب لكم في صندوق الوصف طريقة الجاكيت اللي اشتغلناه للأطفال. معايا حتة كده من الخيط الأسود وكمان من الخيط ده هنقدر نشتغل بيه. إبرتي النهاردة هتكون مقاس 5.5، هتكون مناسبة للخيط بتاعي ان انا اقدر اشتغل بيه عادي خالص. عندي كمان حلقتين سهلة الفتح بالشكل ده هنستخدمهم، نقدر نحط فيها اليد بتاعة الشنطة. عندي كمان الماركر بتاعتي علشان اعلم بداية ونهاية السطور بتاعتي. يلا نبدأ نسمي الله ونشوف اول خطوة هنبدأ ننفذها معانا هتكون ايه. ونسيت اقول لكم كمان ان الخيط ده البقرة كده بيكون وزنها حوالي 250 جرام، فانا جبت 2 للاحتياط. وهنشوف برضو هنشتغل 500 جرام كلهم ولا هيكونوا الشنطة، يعني هيكونوا متقسمين على الشنطة وعلى الدراع بتاعها. هنشوف هيطلع معانا ايه بالظبط. طبعا اللون نقدر نتحكم فيه، نوع الخيط كمان. خلينا كده نبدأ الغرزة بتاعتنا. برضو من هنا بتكون مفتوحة عادية، بنقدر نفتح الخيط بتاعنا من هنا. بيكونوا مدينها لسعة كده بكبريت او ولاعة. اول حاجة معايا ابرة مقاس 5.5. اول حاجة بنعمل سلسلة بداية وبشد الخيط بتاعي. الخطوة بعد كده اللي بعملها ببدأ اعد 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ومن بعد السلسلة العشرة ببدأ أعمل سلسلة ارتفاع، ما بشتغلش فيها أي حاجة خالص. باجي عند الغرزة رقم 10 ببدأ أشتغل فيها غرزة حشو، واللي وراها كمان غرزة حشو، واللي بعدها حشو. كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو عادية خالص بالشكل ده كده. بصوا، اكمل لنهاية السطر وارجع لكم مرة تانية. كده انا وصلت لنهاية السطر. اخر غرزة هبدأ اشتغل فيها 3 غرزة حشو علشان هيكون التزايد بتاعي في بداية السطر وفي نهاية السطر بتاعي. ادي الغرزة رقم 1 2 3. وهبدأ كمان اعلم بالماركر بتاعي كده اول غرزة حشو علشان اكون عارفة التزايد بتاعي بيبدأ منين. تمام. وهاجي الناحية التانية هبدأ برضو اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو عادية خالص.
ودايما هتلاقي الناحية التانية عدد الغرز بتاعتك هيكون 8 غرز. فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده. برضو اكمل لنهاية السطر، وهرجع لكم بعد اما اوصل للغرزة التامنة علشان نقفل السطر بتاعنا بغرزة التزايد بتاعتنا. كل غرزة غرزة حشو، الغرزة اللي عليها الدور. تمام. وهنا دي كانت اول غرزة اشتغلنا فيها غرزة حشو، دي هشتغل هنا 2 غرزة فقط علشان تكون نفس عدد غرز التزايد اللي اشتغلناهم الناحية التانية كانوا 3 غرز. لازم هنا يكونوا 3 برضو كده. ادي 2 وادي التالتة اهي. تمام. باجي بقى في الغرزة اللي عليها الدور اللي هي بداية السطر الجديد، ببدأ اشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2. بعلم السطر بتاعي اول غرزة حشو في السطر اشتغلتها بالشكل ده، بكمل 8 غرز حشو وببدأ امشي بالشكل العادي. يبقى انا كده التزايد بتاعي اللي هنا واللي هنا ما بشتغلش فيه، بس الاساسي ال8 من الناحيتين هما اللي بشتغل فيهم. ابدأ اكمل كده فوق كل غرزة حشو اشتغل غرزة حشو عادية خالص. كده انا شغالة القاعدة بتاعتي، والقاعدة بتاعتي هتكون بيضاوية اهي بالشكل ده. كده اكمل عديت السطر بتاعي. طبعا عديت من بعد العلامة ال8 غرز بتوعي. عندي هنا ال3 غرز بتوع التزايد اللي كنا اشتغلناهم مع بعض. فوق كل غرزة من غرز التزايد دي هشتغل فوقيها التزايد اللي هي 2. يعني في اول واحدة هشتغل غرزتين، وفي التانية هشتغل 2، وفي التالتة هشتغل 2. يعني هنبقى بالشكل ده. دي اول غرزة بتاع التزايد هشتغل فوقيها تزايد برضو. ادي 1 2 واللي بعدها كمان هشتغل غرزتين، واللي وراها الغرزة التالتة هشتغل غرزتين تزايد برضو. بصوا القاعدة بدأت تكبر معايا. عندي كمان هنلاقي هنا دي اهي. ادي 2 4 6. دي اول غرزة في غرز التزايد بتاعتي في السطر ده. تمام كده. وهبدأ اعد برضو ال8 غرز بتوعي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 وادي 8. تمام كده. ادي ال8 غرز بتوعي. برضو بتعلمي كمان هنا بالماركر بتاعك اخر سطر التزايد. كده انا علمت السطر بتاع التزايد بتاعي او غرز التزايد بتاعتي، وكملت ال8 سطور. عندي بقى في السطر الاخير بتاعي اهو هيلاقي بعد ال8 سطور الغرز عديت ال8 غرز، هلاقي غرزتين هما اللي فاضلين بين اخر غرزة وبين العلامة بتاعتي. فوق كل غرزة من الغرزتين دول هشتغل تزايد، يعني بدل ما هما غرزتين هيبقوا 4. ادي 1 ادي 2 ده اول تزايد. وبرضو بعلم بداية التزايد بتاعي بالماركر زي الناحية التانية بالظبط، وانا بشتغل بشكل حلزوني، مش بشتغل سطر واسيب سطر. الغرزة اللي بعدها بشتغل تزايد برضو. ادي الغرزة الاولى وادي التانية. عندي بقى الغرزة اللي فيها العلامة بتاعتي هشيل العلامة. طبعا انا كنت شغالة هنا التزايد في السطر اللي فات طبعا في بداية السطر ده، وكنت حاطة العلامة، فانا مش هشتغل تزايد في الغرزة دي لان اوريدي انا شغالة فيها. هشتغل فوق الغرزة بتاعتي اللي هي دي
غرزة حشو وارجع العلامة بتاعتي، والغرزة اللي عليها الدور هشتغل فوقيها كده تزايد. ادي 1 ادي 2، وبعد كده بكمل وببدأ اعد ال8 سطو غرز بتاعتي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتغل فوق ال8 سطور ونرجع نشتغل فوق التزايد بتاعنا. عملت كده ال8 غرز. عندي هنا ال6 غرز اللي كنا اشتغلنا فيهم التزايد، هشيل كده العلامة بتاعتي اللي عليها الدور، هشتغل فوقيها غرزة حشو. تمام، واقوم حاطة العلامة بتاعتي مرجعاها مكانها، والغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها تزايد. ادي 1 2، واللي بعدها حشو، اللي بعدها تزايد. ادي 1 2، واللي بعدها حشو، واللي عليها الدور هتكون دي العلامة بتاعت السطر اللي فات، هشيلها واشتغل فيها تزايد يعني 2 حشو. ادي 1 2، واحط العلامة بتاعتي في اخر غرزة تزايد اشتغلتها اللي هي اخر غرزة حشو، وارجع اعد ال8 غرز بتوعي عادي خالص. نعدهم كده شفوي واشتغلهم وارجع لكم تاني. ادي 3 6 ادي 8، ونرجع نشوف التزايد بتاعنا هيكون ازاي. كده ال8 غرز. عندي بقى الغرزة اللي كان فيها العلامة هشتغل فوقيها غرزة حشو وارجع العلامة بتاعتي. تمام كده، واللي وراها هشتغل تزايد يعني 2 حشو في نفس الغرزة. ادي 1 2، واللي بعدها هشتغل 1 حشو، واللي وراها هعمل تزايد يعني 2 حشو. ادي 1 وادي 2. تمام كده، وهاجي للغرزة اللي فيها العلامة هشيل العلامة وهعمل غرزة حشو وارجعها مرة تانية. ده بداية السطر الجديد بتاعي. تمام كده، وهشتغل 1 حشو، واللي عليها الدور هشتغل 2 حشو يعني تزايد. ادي 1 وادي 2. في كل سطر بتغيري مكان التزايدات علشان الغرزة او الشكل بتاع القاعدة بتاعك يديكي الشكل الصحيح، ما يكونش فيه تعرجات كده او حاجات زجزاج. زي بالظبط القاعدة لما بتكون قاعدة دائرية ما ينفعش انها انت تبقي قصد انها تبقى دايرة وتلاقيها قلبت شكل سداسي. بتقلب سداسي ليه او بتغير الشكل بتاعها ليه؟ علشان انت بتعملي التزايدات بتكون فوق بعضها على طول، لكن علشان تطلع معاكي صح بتغيري الاماكن بتاعتها. كده انا خلاص اهو عندي ال8. ادي 3 6 7 8. هكمل ال8 غرز وارجع لبداية التزايد بتاعي اشوف هيكون عامل ازاي السطر بتاعي. خلصت ال8 غرز بتوعي. عندي هنا العلامة هبدأ اشيلها، هشتغل 2 حشو 1 تزايد يعني هنا حشو وهنا حشو واللي بعدها تزايد، وهكذا هكررها 3 مرات. حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد، واخر تزايد هيكون عندي فوق العلامة الاخيرة. نبدأ كده، هنعمل 1 حشو. طبعا ارجع العلامة بتاعتي. تمام، واشتغل حشو في الغرزة اللي عليها الدور، واللي بعدها هشتغل تزايد يعني 2 غرزة في نفس المكان، اللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد يعني 2 حشو في نفس الغرزة، واللي وراها حشو، واللي بعدها حشو،
وفوق العلامة هنا هشيلها وهشتغل 2 حشو في الغرزة الأخيرة بتاعتي. تمام. وهرجع العلامة بتاعتي. تمام كده. هبدأ أعد ال8 غرز بتوعي واشتغل فوق كل غرزة حشو عادية. ادي 3 6 8. هشتغل ال8 غرز ونرجع نعمل التزايد بتاعنا الناحية دي. هشيل كده العلامة، هشتغل 2 حشو، يعني 1 2 وتزايد. تمام. وهحط العلامة بتاعتي في اول غرزة حشو خالص واشتغل 1 حشو 1 حشو 1 تزايد. اول السطر بتاعي اهو اشيل العلامة، هشتغل حشو، ارجع العلامة. تمام كده. رجعت العلامة بتاعتي. والغرزة اللي عليها الدور هشتغل برضو 1 حشو، واللي وراها حشو، واللي بعدها هشتغل تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس الغرزة. تمام كده. اشتغلنا 3 غرز حشو وغرزة واحدة تزايد. هبدأ اعد كده الغرز بتاعتي. ادي 3 6 8، يبقى انا ماشية مظبوط. هشتغل فوق ال8 غرز ونرجع نشوف التزايد الجديد بتاعنا. نفس حركة التزايد اللي اشتغلناها هنا هنشتغلها هنا برضو بنفس الطريقة. هنشتغل 3 غرز حشو ورا بعض، وفي الغرزة الرابعة هنشتغل تزايد. ادي 1 وارجع العلامة. 2 3 وفي الرابعة هنعمل تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. ادي 1 ادي 2. اكرر المرحلة دي او الطريقة دي 3 مرات لغاية ما اوصل للعلامة دي. وبرضو بلاقي اخر غرزة تزايد بتكون عند العلامة هنا. هكرر. ادي 3 حشو، تانية، التالتة، والرابعة تزايد، يعني 2 حشو. بشتغل المرة الأخيرة اللي هي التالتة. ادي 1 2 3 واشيل العلامة واشتغل تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس الغرزة، واحط العلامة في اخر غرزة تزايد كده. وهكمل هعد برضو هلاقيهم 8 غرز معايا بالشكل ده. هشتغل فوقيهم غرزة حشو عادية خالص فوق كل غرزة حشو. نكرر نفس اللي عملناه هنا الناحية التانية علشان نبدأ سطر جديد من بداية العلامة. هنا شلت العلامة، هشتغل 3 حشو 1 تزايد. ادي 1. ارجع العلامة بتاعتي. 2 3 تزايد، ادي 1 2 3 ودي
تزايد، اللي قبل العلامة دي هتكون تزايد. تمام كده، احنا اشتغلنا 3 حشو وواحدة تزايد. في السطر الجديد هشتغل 4 حشو وواحدة تزايد. اشيل العلامة واعد، ادي 1 وارجع العلامة، 2 3 4 واحدة تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان، وقاعد ال8 غرز بتوعي هلاقيهم ثابتين معايا في كل سطر، يبقى انا العدد برضو بتاعي مازال مظبوط. اشتغل ال8 غرز ونشوف الناحية دي هنشتغلها ازاي، وبرضو هنكون بنشتغلها بنفس الطريقة. هنكرر الطريقة دي هنا 3 مرات، يعني هشتغل 4 حشو واحدة تزايد، هنا 4 حشو واحدة تزايد، 4 حشو واحدة تزايد، 4 حشو واحدة تزايد. التزايد الأخير هيكون هنا عندي عند العلامة. خلينا ماشيينها واحدة واحدة. هكمل ال8 سطور، ال8 غرز عفوا. خلصت اهو ال8 غرز بتوعي. هشيل العلامة وهشتغل 4 غرز حشو ورا بعض، ادي 1 2 3 4 وتزايد، ادي 1 2 3 4 تزايد، واحد 2 3 4 اشيل العلامة، وعندي هنا الغرزة الأخيرة دي هشتغل فوقيها تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان، وترجعي العلامة بتاعتك في آخر غرزة وتشتغلي ال8 غرز بتوعك بشكل عادي خالص، ونوصل للعلامة ونرجع مع بعض نشوف السطر الجديد هيكون شكله ايه. هشتغل برضو 4 حشو تزايد و4 حشو تزايد، يعني هشتغلهم مرتين في الغرز دي. هنا اشتغلتهم 3 مرات، هنا هشتغلهم مرتين، يعني ناحية بنشتغل فيها 3 مرات وناحية بنشتغل فيها مرتين. طبعا انا بتكلم على الجزئية بتاعة التزايد اللي بين العلامتين هنا وهنا، وطبعا الاساسي او الثابت معايا هنا بيكون ال8 غرز. عندي هنا هشيل العلامة وهشتغل 4 غرز حشو، دي 1 2 احط العلامة كده في اول غرزة علشان ابقى عارفة بدايتي ونهايتي بتكون فين، 3 4 واللي عليها الدور هتكون تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان. بعد كده هكرر مرة كمان، 1 2 3 4 والأخيرة دي هتكون تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. كده انا خلصت السطر بتاعي وبقى تمام. من اول العلامة دي هبدأ اشتغل سطر جديد.
السطر الجديد اللي هبدأه هيكون عبارة عن 5 غرز حشو ورا بعض، وفي الغرزة السادسة هشتغل تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان. نبدأ نشتغل كده مع بعض. اشيل العلامة، اشتغل اول غرزة حشو وارجع العلامة تاني، 2 3 4 5. واللي بعدها اللي هي رقم 6 هشتغل تزايد، يعني 2 حشو. تمام كده. وتعدي ال8 غرز تلاقيهم ثابتين، تشتغليهم على طول. تمام كده. ونكرر هنا في الداخل 5 غرز حشو، وفي الستة تزايد، 5 غرز حشو وفي الستة تزايد. هنعملها 3 مرات في الجزئية دي. خليني اكمل ال8 سطور وارجع لكم نعمل اول مرة هنا مع بعض. خلصت ال8 غرز، سامحوني لو بتلخبط وبقول عليهم 8 سطور، هما 8 غرز. وهشيل العلامة، وفي اول غرزة هشتغل غرزة حشو، ادي 1. ارجع العلامة بتاعتي، 2 3 4 5. تزايد يعني 2 في نفس الغرزة، ادي 1 ادي 2. تمام كده. انا خلصت اول مجموعة. المجموعة التانية والتالتة برضو هشتغل نفس الكلام، 5 غرز حشو وفي الستة تزايد، 5 حشو وفي الستة هتكون تزايد اللي هي هنا. اشتغلهم وارجع لكم مرة تانية، وهنكمل برضو ال8 غرز الثابتين بتوعنا، وهاجي هقف هنا من بداية التزايد بتاعي. هنشوف هنكمل ولا هنعمل ايه مع بعض. خلصت كده المجموعتين بتوع التزايد من هنا لهنا، واشتغلت ال8 سطور. وعندي هنا التزايد الجديد 8 غرز بتوعي، وعندي هنا الثلاث المجموعتين الاخرانيين دول هشتغل فيهم 5 حشو وواحدة تزايد. تمام كده. انا خلصت السطر بتاعي بتاع ال5 غرز حشو، وفي الستة عملت التزايد وعملت ال8 غرز بتوعي، واشتغلت بصراحة سطر زيادة من بداية هنا للنهاية. هنا اشتغلت 6 غرز حشو، وفي الغرزة السابعة اشتغلت تزايد. طبعا لو انت عايزة تكبري الحجم اكبر من كده بتقدري تكبريه. انا بشتغل الشنطة دي من بداية 6 سنين، او نقول من بداية 7 سنين، او لسن 7 سنين، يعني مش لزيادة من كده. فالقاعدة دي بالنسبة لي مناسبة. لو انت شايفة ان القاعدة الصغيرة بتقدري تكبريها، تشتغلي 7 وتزايد، 8 وتزايد، لغاية ما بتوصلي للحجم المناسب بتاعك على حسب السن. لو انت بتشتغلي لسن بناتي اصغر بتشتغلي لغاية مثلا 5 غرز حشو، وفي الستة بتعملي تزايد على حسب العمر اللي بتشتغلي له. طبعا انا شغالة حلزوني، فمليش بداية غير هي بداية السطر، لكن نهاية مليش. فانا كنت معلمة معاكم العلامة دي، هي يعتبر بداية السطور معايا. العلامات دي خلاص انا هشيلها، هبدأ امشي فوق كل غرزة حشو غرزة حشو عادية. طبعا بشيل الغرزة دي وبحطها مرة تانية فوق الغرز بتاعتي. نبدأ نشتغل حوالين داير كده، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس، ونرجع نشوف الشنطة بقى بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا وصلت للطول المناسب بتاعي للشنطة، والقاعدة كان منها فيها بدأت ان انا اطلع السطور بتاعتي بالشكل ده، واتكون معايا الشنطة. طبعا كنا معلمين مع بعض بداية السطر بتاعي بالماركر كده حاطينه، وكل دور او كل سطر باجي عند بدايته بشيل الماركر وارجع احطها تاني، اشتغل الغرزة بتاعتي واحطها واكمل
السطر للنهاية وارجع مرة تانية اكرر. بتكرري العملية دي لغاية ما توصلي للطول المناسب. طبعا لو انت بتشتغل السن اكبر بتطولي الشنطة، لو بتشتغل السن اصغر بتقصري الطول بتاع الشنطة شوية. نفس الحكاية برضو في السطور بتاعت القاعدة في البداية او بداية الشنطة لما كنا اشتغلناها مع بعض. والشنطة عبارة عن شكل حلزوني، مش بنشتغل القاعدة منفصلة والجوانب الشنطة لوحدها، لا كله مع بعضه مرة واحدة. هنا بقى اخر حاجة هنعملها مع بعض بعد ما وصلتي للطول المناسب بتاعك وعايزة بقى تقفلي الشنطة بتاعتك. خلاص كده تيجي للنهاية. تمام كده خلاص اهو. اشيل العلامة بتاعتي، والغرزة دي هشتغل فيها غرزة منزلقة كده. خلاص انا كده بقى بشطب الشغل بتاعي. برضو تعلمي علشان تبقي عارفة ان نهاية السطر بتاعك هيكون هنا. تيجي على الغرزة اللي بعدها تشتغلي غرزة منزلقة. طيب احنا بنشتغل منزلقة ليه؟ علشان الشنطة من فوق هنا تبدأ تلم معايا. ده رقم 1. رقم 2 هيديني شكل كده جمالي من هنا. رقم 3 ان انا بظبط برضو الغرز بتاعتي اكون متأكدة انها مظبوطة معايا. وطبعا لازم نقفل الغرزة او السطر بتاعنا بمنزلقة علشان تكون كل حاجة مظبوطة وتمام. بصوا ده اللي بقولكوا عليه كده. شايفين هنا الغرزة عاملة ازاي؟ حطيت هنا سطر منزلقة. طبعا بقفل السطر بتاعي ده كله فوق كل غرزة غرزة منزلقة. وبعد كده بتبدأي بقى تركبي كل الحاجات بتاعة الشنطة. هتركبي الايد، هتركبي لو في مثلا عاملة فيونكة او عاملة شكل من الاشكال، دبدوب مثلا او حاجة هتحطيها هنا على وش الشنطة. تبدأي برضو تثبتيها سواء بقى بشمع او بخيط. لو عايزة تعملي السوستة، كل ده بتعمليه قبل ايه؟ قبل ما تركبي البطانة. طيب بنركب البطانة ليه؟ انا من الناس بصراحة اللي بيحبذ البطانة. ليه بتحبذ البطانة؟ علشان يدي شغل راقي للشنطة. ده رقم 1. رقم 2 لو الغرزة بتاعتي واسعة شوية مفيش حاجة احطها جوه الشنطة الاقيها طلعت من هنا، سواء بقى مفتاح او اي حاجة الاقيها طالعة من هنا، حتى لو سن قلم. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية برضو بيسهل عليا ان الشغل يكون كله نضيف. طبعا فيديو البطانة هنزله لكم كامل في صندوق الوصف. كنا اشتغلنا قبل كده البطانة ووريتكم ازاي نعملها لأي مقاس من مقاس الشنط. وكنا اشتغلناها كمان قبل كده بجيب سحري من جوه، علشان لو حابين الجيب السحري ده تحطي فيه مفاتيح او تحطي فيه فلوس سريعة كده، اللي هي تبقي عارفة ان دي الفلوس الفكة حطها في السوستة دي تنتشيها على طول. طبعا الشنطة برضو بتاعت اطفال هم بيحبوا حاجات الدهاليز دي شوية، ان الحاجة يكون فيها سسبنس كده شوية. سوستة هنا وسوستة هنا ومش عارف ايه وشنطتي بقى وحاجتي. تمام. انا هفضل اشتغل كده فوق كل غرزة غرزة منزلقة علشان ما اطولش عليكم وافضل اخد من وقتكم. هكمل لنهاية السطر ونرجع نقفل السطر بتاعنا، وكده اكون انتهيت من الشنطة. والخطوة اللي جاية بتاعت الايد هتلاقوني حطت فيديو ليها في صندوق الوصف تحت. والفيديو اللي جاي برضو هتلاقوني عملت اليونيكورن. هعمل الشكل بتاعه برضو في فيديو منفصل علشان مطولش عليكم في الفيديو ده، بس هوريكم الشكل النهائي للشنطة بإذن الله. بصوا كده بقى معايا حبايبي، يعني انا كنت وصلت خلاص اهو. اشتغلت فوق كل غرزة غرزة منزلقة. تمام. متبقي عندي غرزة واحدة بس اللي هشتغل فيها، اللي هي الاخيرة. طبعا دي اول واحدة. انا مش هدخل اشتغل فيها لان انا اشتغلت في اخر غرزة دي في السطر، هيدي ان هنا في ارتفاع عن الناحية التانية، فهيكون الشكل بتاعي معوج. تمام. وانا شغالة بشكل حلزوني. طيب اعمل ايه؟
اول حاجة بعملها بطلع سنة كده بالابرة كده، واجيب المقص بتاعي واقص كده حتة اهي. تمام، اقص كده بالمقص بتاعي. وعندي ابرة التنظيف. الاول هطلع كده اهو زي ما انتوا شايفين، اطلع بالخيط كده. هشتغل الغرزة دي بالذات بإبرة التنظيف علشان تديني نفس شكل غرزة المنزلقة. ادخل كده في الغرزة اللي عليها الدور. تمام، والف من تحت بالشكل ده، ادخل في نفس المكان اهو. بتعملي نفس غرزة المنزلقة، نفس شكلها هو بس يدوي. وتشدي الخيط بتاعك كده وترجعي من الناحية التانية اهي. اتعملت معايا بالشكل ده. طبعا خلي بالك ان خيط السلسلة ده بيشد معاكي، يعني بينسل. فاحنا هنخلص ونديله لسعة كده بالكبريت كده. خلاص اشيل العلامة بتاعتي. بصي بقى الشكل بقى متساوي اهو، مفيش اي انحرافات كده او حاجة. اشيل العلامة بتاعتي مش عايزاها. الخيط الزيادة ده همشي بيه شوية كده جوه الشنطة علشان اثبته واتأكد ان هو ان شاء الله مش هيفك معايا نهائي. وبعد ما امشيه تحت الغرز بتاعتي كده واتأكد ان هو تمام، تقومي جايبة الولاعة ومشيطة كده طرف يدوب كده علشان ما يفكش معاكي اهو. افضل امشي كده كله في المدار يعني اهو. بصي مفيش اي حاجة. ومن الناحية التانية برضو مفيش اي حاجة. تظبط الشنطة بتاعتك كده. طبعا انا هعملها بالولاعة وهتكون جاهزة معايا كده الشكل اهو. ابدأ بقى اركب الاشياء بتاعة الشنطة بتاعتي وارجع لكم مرة تانية. ورجعت لكم تاني وخلصنا كده. الشنطة بتاعتنا بقت جاهزة وكله تمام التمام. الوش بتاع اليونيكورن هتلاقوا الفيديو بتاعه تحت في صندوق الوصف، وكل التفاصيل اللي اشتغلتها عليه برضو هتلاقوها تحت معانا في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها. وبرضو لو عندك اي تريكات زيادة كده تقدري ان انتي تضيفيها، بتكون سهلة جدا جدا وانت شغالة. بيجيلك افكار وحاجات مترقعة كده تضيفيها على الشغل بتاعك، بتدي لمسات فوق الروعة. هنا كنت خلاص بقى عملت كمان الايد، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. وركبت السوستة بتاعتي. هنا بقى انا ركبت السوستة الاول وبعد كده البطانة علشان ما يبانش فيها اي شغل او اي حاجة. والبطانة اهي بصوا، كل ده يدوي والله مش مكنة او حاجة. بصوا التقفيلات. برضو تركيبة البطانة هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، كنا اشتغلناها مع بعض قبل كده. بتركبي السوستة الاول وبعد كده البطانة بتاخديها على مقاس شنطتك. بتاخديها برضو بالعرض، لازم تكون اكبر شوية لان كل ما بتلمي بتلاقي انها بتكش معاكي، فبتسيبي مساحة من الناحية دي او من الناحية دي، يعني مش مشكلة، بس من الجناب يعني بتسيبي لنفسك براح كده علشان تقدري تلمي الشغل بتاعك. زي ما قلتلكوا الحاجات دي بتعلي من قيمة الشنطة او من قيمة الشغل. التقفيلات تكون نظيفة وتكون شيك وتكون كل حاجة متظبطة تمام. ايد الشنطة هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. الوش بتاع اليونيكورن هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. وكل حاجة اشتغلتها على الوش ده هتلاقوها برضو تحت في صندوق الوصف. فيديو سهل وبسيط وان شاء الله هيعجبكم. الشنطة دي تقدروا تشتغلوها بأي نوع خيط وبأي لون ولأي عمر. انت اللي بتتحكمي في الثلاث حاجات دول. وطبعا برضو الافكار انت برضو اللي بتتحكمي فيها. ممكن تتفرجي على اكتر من فيديو في اكتر من مكان وتعملي فكرة مترقعة وانت تكوني اول واحدة تعمليها وتعجب الناس وتعجبك انت اول حد. شكرا لكم على حسن المتابعة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشجعوني
في التعليقات بتعليق حلو كده زيكم، وتعملوا شير للفيديو علشان كل اصحابكم اللي بيشتغلوا في الكروشيه يستفادوا بالافكار اللي انا عملتها. شكرا ليكم، واستنوني الفيديو اللي جاي، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.